السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بشكركم جدا 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 جدا. الف شكر ليكم، الف شكر لكل كلمة طيبة قلتها لي. الف شكر لكل حد شارك في قناتي. ربنا يا رب يكرمكم جميعا ويستركم في الدنيا والاخرة. جمعة مباركة عليكم. الفيديو ده انا بسجله يوم الجمعة، وان شاء الله باذن الله لو احنا كنا من اهل الدنيا هنزله باذن الله يوم السبت. فبشكركم جدا جدا. ربنا يا رب يجازيكم كل خير وكل كلمة طيبة وكل دعوة طيبة تقعد لكم في دنيتكم واخرتكم واولادكم. امين امين يا رب العالمين. حبايبي الغاليين، زي ما انتم شايفين كده، اول ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين كده المطبخ. طبعا انا قمت بدري الساعه تقريبا الساعه 5 الفجر او 4:30 الفجر. وقمت كده قبل طبعا المايه ما تقطع. عارفين ان المايه بتقعد ساعتين 3 كده بالنهار، على 10 11 بتقطع. فقمت كده اروق الدنيا كده ودخلت على المطبخ. لميت الزباله ولميت الحاجات اللي ملاش لازمه. المهم الفيديو بتاعنا النهارده كله كده نشاط وشطاره وحلاوه وملاوه. ونصر دلوقتي يا ولاد هتطلع على السقف وهتطلع على الحيطه، فخدوا بالكم يا حبايب قلبي. فتقوموا كده تتنشطوا وتشطروا عشان برضو تطلعوا على الحيطه وتمشوا على السقف زي حالاتي. طبعا اكيد انا مش هطلع على السقف، انا بهزر معاكم طبعا. هنا كنت عامله صلصه وكنت بشطف الشفشق بتاع الخلاط. ان شاء الله اقول لكم انا بعمل الصلصه ازاي. وانا كنت اصلا منزله فيديو شورتز ازاي ان انت تعملي الصلصه بطريقه حلوه جدا وطعمها يبقى جميل جدا. المهم بنضف كده المطبخ هرش سترس على البوتاجاز زي ما انتم شايفينه كده، لان الصلصه فارت عليه. فاحط سترس عليها. وبعد كده هروح التلاجة، هفضي التلاجة وانضفها. وبعد كده هنضف المطبخ التاني لان انا عندي مطبخين صغيرين. طبعا المطبخ ده عشان في مكان للغسيل المواعين والمية والبوتاجاز والطبيخ، والتاني لان طبعا حاطه فيه حلل وبتاع والكلام ده. عاملاه في الصاله زي ما انتم شايفين كده وعارفين. تابعوا معايا الفيديو كده وان شاء الله تتنشطوا وتشطروا. النهارده عايزه اقول لكم على حاجه، ولازم اي فيديو نعمله اكيد لازم يكون فيه حاجه مفيده البعض يستفيد منها. اكيد مش كلنا نعرف كل حاجه. اكيد اللي يعرف معلومه يقدر ان هو يفيد بيها حد. ما يتاخرش ويقولها. لعل وعسى ما نكونش واخدين بالنا وناخد بالنا من القصه دي. والموضوع ده فعلا فعلا حصل بالفعل، وهقول لكم عليه. وعايزه كمان اقول لكم هقول لكم هو الموضوع ده مهم جدا، خدوا بالكم منه. كل ام وكل اب وكل اسره عموما تاخد بالها من الحاجه دي، الموضوع ده. يا عم بس بقى بطل تخبيط بقى، بص ايديك بقى. يوه. المهم اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي. في مدام انا بروح لها كده يوم في الاسبوع، قالت لي يا نصر حكيت لي حكايه غريبه جدا. وطبعا حاجه تزعل جدا. قالت لي وانا خارجه طالعه يعني من الكومباوند، كان تقريبا المغرب او ما بين المغرب والعصر، يعني قرب المغرب كده. خارجه بعربيتي وفجاه الاقي واحده من اللي بتشتغل في الكومباوند. انا ما اعرفش بتشتغل في انهي بيت او انهي فيلا. طالعه معاها طفل وماشيه بيه. واللي حصل ان الست دي لابسه حلق، والطفل اللي هي شايلاه فجأة كده. طبعا طفل ما يدركش حاجة، بيبي متشال يعني. يعني حط ايديه في الحلق بيلعب بيه. ايه اللي حصل؟ بدل الست دي ما تشيل ايد الطفل بشويش كده من الحلق، عملت ايه؟ سكعته بالقلم على وشه. الطفل راح تاني معيط ومكرر الموضوع. حط ايديه في الحلق تاني عشان يلعب بيه، راح التاني سكعاه بالقلم. المهم في زي حديقة كده في المكان. الحديقة دي للناس اللي هم الملاك او اللي ساكنين في الكومباوند. فالطفل الست دي راحت المكان ده. وطبعا حصل تاني انها ضربت الطفل. مين اللي تابع او اخد باله؟ طبعا المدام اللي هي بتحكي لي الحكايه صورتها. تمام. وبعد كده في واحده من الناس اللي كانوا من الملاك او اللي ساكنين في المكان لاحظ الموضوع ده. فكلمتها. طبعا الست دي بتتكلم غير ما بتتكلمش غير بالانجليزي. تمام. في منهم بيبقوا في حتت من حتت اللغه بتاعتهم انجليزي. فكلمتها فقالت لها لا، بمعناه يعني انا ما بضربهوش، هو بيعيط عشان هو عنده مشكله، تعبان او زهقان او كده، انا ما ضربتهوش. ف
طبعا الكل اخد باله ان الست دي بتأذي الطفل ده او كده. المهم كمان كان في مرة اعتقد، مش عارفة انا قلت الموضوع ده ولا لا، ان في كان لاعب كورة مشهور او ممثل مشهور حد كده راح عمل محضر لواحدة من الشغالين دول. آه، ليه؟ لانها ضربت بنته او ضربت ابنه حاجة زي كده. فعايزة اقول طبعا من خلال الفيديو، من خلال انا ما بتكلم، انا ما بقولش يا جماعة ان كل الشغالين وحشين، سواء إن كانت مصرية أو فلاحة أو من أي بلد. لا، أكيد في كل حتة فيها الوحش وفيها الحلو، بس القصة هنا الغلط بيبقى عند الأم. أول حاجة هنقول اللي لينا واللي علينا. دلوقتي حضرتك جايبة واحدة مقيمة، المقيمين دول اللي هم الأفارقة دول أساسا ما بياخدوش أجازة أسبوعية، بياخدوا أجازة كل 26 يوم أو 27 يوم، 3 4 أيام، لأن هم مقيمين هنا في مصر. وبيبقى عندها أسرة، بيبقى عندها أولاد، بيبقى عندها أولادها إن كانوا بره أو إن كانوا أولادها مع أهلها. فهي يعني أعتقد إن هي ما هياش دادة، هي بيبقوا شغالين بينظفوا ويكنسوا ويكوا والكلام ده كله. فهي بتيجي آخر النهار بتبقى خلاص الطاقة بتاعتها خلصت، فمش هتيجي آخر النهار وكمان تاخد طفل تفسحه وتعمله. أكيد هي هتبقى يعني خلاص الطاقة بتاعتها خلصت، ويعني المفروض ان هي اخر النهار بترتاح، ده العادي الطبيعي اي بني ادم يعني. الواحد برضو بيقول اللي ليه واللي عليه. حد هيقول طب ما يا نصر هي جايه تشتغل، ماشي يا جماعة، هي جايه تشتغل، صحت 7 الصبح 8 الصبح 9 الصبح، اشتغلت وعملت كل اللي عليها، مش مكلفة بقى انها تيجي اخر النهار تاخد الطفل تفسحه وتدلعه وتعمله، لان هي يعني زي ما انتوا يعني مش هينفع يعني. يبقى في حتة الرحمة شوية. الا بقى لو الست مقتدره زياده عن اللزوم تجيب داده بقى مخصصه للاطفال، تاكل وتشرب وتحمي وتسهر وتروح وتيجي، خلاص هي بقت مخصصه للبيبي بس. المخصصه للبيبي دي حاجه تانية مختلفه عن اللي هي بتشتغل. تمام. يعني احنا كلنا شفنا انا عن نفسي شفت الحاجات دي يعني. ان يعني واحده بتشتغل وتشيل وتحط في البيت، ان كانت تروح تنيم العيل، ان كانت تفسح العيل، كان العيل متنرفز تروح تلف بيه، يعني حرام، يعني الرحمه مطلوبه. تمام. كمان الحاجات دي كلها الرواسب دي كلها بتأثر في الأولاد، يعني في ناس كتير، والله العظيم أنا شفت بعيني في ناس كتير بيسيبوا أولادهم للشغالين. يا جماعة يا جماعة، انتوا بتصرفوا مبالغ مهولة. يعني مثلا الست اللي بتبقى مقيمة دي تكلفتها تقريبا 10 تلاف جنيه. طبعا 10 تلاف جنيه بالنسبة لأي إنسان بسيط هم حاجة كبيرة. فإن كان براتبها بأكلها بشربها بتخش لها في 10 تلاف جنيه. انت بتجيبي واحدة ب10 تلاف جنيه عشان تطلع عيال معقدين؟ لا، خلي في رحمة، خلي خير الأمور الوسط. خير الامور الوسط، ان انت تبقي جايبه داده وتبقي جايبه شغاله، عشان يبقى الواحد يبقى الدنيا لذيذه. غير كده وكده يعني ايه المشكله ان حضرتك مثلا ادام انت قاعده في مكان شيك زي ده، واكيد انت برضو متجوزه راجل شيك، واكيد انت ظروفك حلوه، ايه المشكله ان انت تقعدي سنه او 2 او 3 تهتمي باطفالك لحد ما يكبروا شويه وتتابعيهم، بدل ما بتسيبيهم لشغاله او تسيبيهم لسفراجي او تسيبيهم لواحد معرفش ايه. برضو يعني الناس دي مش يا جماعه مش بتبقى مؤهله للاطفال. الناس دي بتبقى يعني مش مؤهله فعلا للاطفال. مش كل حد مؤهل لطفل ان هو يدادي ويراعي ومش عارفه ايه والكلام ده كله، لا طبعا. فيا ريت يكون الكلام ده وصل لبعض الناس اللي بتشاهد الفيديو. فأتمنى ان احنا كلنا ناخد بالنا من اولادنا، لان اولادنا دولت هم نور عينينا، هم اغلى حاجة في الدنيا، هم اللي يعني هم بتبني طول عمرك وبتشتغلي وبتحوشي وبتعملي ومش عارفة بتربي وبتعلمي وبتلبسي وبتأكلي وبتشربي، كل ده عشان انت في النهاية يبقى عندك اطفال اصحاء، ناس تخدم نفسها وتخدم بلدها وتخدم حياتها وتبقى نفسيتها كويسة. كتير دلوقتي بقى يتردد كتير المواقع الدارك ويب اللي هي جزء من الانترنت، اللي هو بعض الناس طبعا اكيد يعني بعض الناس المعقدة يعني اللي بتخش على المواقع دي
اكيد مش انا او اي حد بسيط، لان الناس دي بتدفع ملايين الفلوس عشان تشاهد حاجات بشعة، وده مش ممكن يكون انسان طبيعي. ومش هنقول ده من سبب اللي شغالة ضرب الطفل او لا، دي تراكمات عنف يا جماعة، تراكمات عنيفة خلت الطفل يعني يبقى انسان عدواني من كتر مثلا ما بيشوف مثلا حاجة في مدرسة، زمايله، اهله، مش عارفة شغالين بتاع، ده كله بيعمل عقد عند الاطفال. والاطفال بعد كده بتبقى مريضة، وبيكبر العقدة دي بتكبر جواها، وبعدين الاهل يفضلوا يقولوا من ايه، ماله، الحكاية، الرواية، اللي مش عارفة ايه. ده كله الاهل والمجتمع والمدرسة كل ده مشارك فيه. كل ده كل يعني كل المحيطين بهذا الاطفال، بهذه الاطفال، هم ساهموا في ان الطفل ده يطلع معقد. فده جزء من العقد، ان احنا نسيب عيالنا كده يعني، بس كل اللي نهتم بيه الاكل والشرب واللغة والهباب والكلام ده، لا طبعا ده مش احلى حاجة. اتمنى ان كل حد يبقى ياخد باله ويعرف كويس ان هو بس الانسان الوحيد اللي بيحب اولاده، فيهتم بيهم ويهتم بحالتهم النفسية زي ما بيهتم باكلهم وشربهم. فزي ما بقول لكم كده، ده اللي حصل. وحبيت ان انا يعني اقول لكم القصة ديت عشان اي ام او اي اب يهتم بعياله اكتر من كده وياخد باله ويا ريت يكون الفيديو مفيد، ويا ريت تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بتاعتي. فبشكركم جدا جدا على كل كلمة طيبة وكل دعوة. ربنا يا رب يكرمكم ويستركم في الدنيا والآخرة ويساعدكم ويكفينا ويكفيكم شر المرض وشر المستخبي. حبايبي الحلوين، أنا بشكركم جدا على كل كلمة طيبة وكل تعليق طيب وكل دعوة. يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم، يا رب يجعل أيامكم كلها خير وأفراح وأعياد. أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.